بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الله وسلامه الأكملان على خير رسله وخاتم الأنبياء محمد المصطفى محمد المكتبى محمد المختار اللهم صل عليه وسلم تسليما وعلى آله وأصحابه وسلم. يا من بيده تيسير الأمور يسر لنا أمورنا بحق ثم السبيل يسره. فعنوان البحث أو عنوان ورقتي هو الوسطية والتسامح في الإسلام، رؤية تطبيقية في بلاد يوروبا. ولقد تناول البحث ثلاث محاور رئيسية. أولا، دخول الإسلام إلى بلاد يوروبا، وقد استطاع أن يتغلغل في مجموع بلاد يوروبا عبر وسائل السليمة والتعليمية. والشيء الثاني هو الكلام عن الوسطية والتسامح في الإسلام. يقول المولى في كتابه العظيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومن هذه الآيات الكريمة نفهم أن الوسطية هي الاعتدال والتوازن بين الأفراد والتفريط. وأما التسامح فهو جزء لا يتجزأ من الوسطية، حيث يدعو الإسلام إلى احترام الآخر بغض النظر عن دينه أو عرقه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متهنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. رواه مسلم. نعم، أهلا وسهلا. نعم، وفي هذه الدراسة ناقشت التجليات التطبيقية في بلاد يوروبا في هذه النقاط التالية. أولا، مساهمة المؤسسات الدينية والتعليمية في ترسيخ هذه القيم. وثانيا، نموذج من التهايش بين المسلمين وغير المسلمين في مدن مثل إيلوني وأوسوغبو وإبادة. وثالثا، أثر التعليم الإسلامي في نشر ثقافة الحوار واحترام الاختلافات. وهذه تجليات تطبيقية تتماشى مع الاحتفالات والمناسبات الدينية المشتركة في نيجيريا، وبالأخص في ولايات مثل لاغوس وهويو وأوسون. ويرسل المسلمون والمسيحيون على تبادل التهاني في الأعياد الدينية مثل عيد الفطر وعيد الميلاد، فإن هذا التفاؤل الإيجابي يعزز من أواصر التهايش المشترك. ثانيا، التعاون
في القضايا الاجتماعية والسياسية، لطالما لعبت الوسطية دورا في السياسة والمجتمع في بلاد يوروبا نيجيريا، نجد أن الحكومات المحلية غالبا ما تضم ممثلين من مختلف الديانات لضمان التمثيل المتوازن، إلى أن هذا النهج يعزز الوحدة الوطنية ويمنع النزاعات الطائفية. وشيء آخر في هذه الورقة هو الحوار بين الأديان. توجد في نيجيريا العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، مثل منتدى الإسلام بين الأديان ومؤسسة التنمية والسلم الذي أسسه شيخ العلامة عبد القادر جمعة السلمان. وكذلك في المناهج التعليمية القائمة على الوسطية، فالعديد من المؤسسات التعليمية في بلاد يوروبا تعتمد على المناهج التي تشجع على تحددية الدينية واحترام الآخر، فإن المدارس الإسلامية والمسيحية تشترك في تدريس مواد عن التسامح والتاريخ الديني المشترك، مما يسهم في ترسيخ قيم الوسطية بين الصغار. وبهذه الرؤية التطبيقية يمكن القول أن بلاد يوروبا تقدم نموذجا متميزا للتسامح والوسطية، وهو نموذج يمكن الاستفادة منه في تعزيز التعايش في مجتمعات أخرى. وأستطيع أن أكتب في الورقة بعض التحديات التي تدرنا في بلادنا بلاد يوروبا. أولا، التطرف الديني. رغم التاريخ الطويل للوسطية والتسامح، إلا أن بعض الحركات المتطرفة تحاول نشر الأفكار المتشددة، مما يشكل تهديدا لهذا النموذج الفريد. وكذلك التوترات السياسية وتأثيرها على الوسطية والتسامح. أحيانا يتم استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية، مما يؤدي إلى انقسامات بين الطوائف المختلفة، فإن تعزيز الحكم الرشيد والمواطنة المتساوية يمكن أن يحد من تأثير الدين في النزاعات السياسية. ومناقشة أخرى في هذه الورقة هو الجهل بالدين، وهو مما يسبب الجهل بالمفهوم والوسطية والتسامح. الجهل بالدين واختلافات ثقافية. الجهل بتعليم الأديان المختلفة قد يؤدي إلى سوء الفهم وبالتالي زيادة النزاعات. لذلك من الضروري تعزيز الوعي الديني من خلال التعليم ووسائل الإعلام. الحلول المقترحة لتعزيز الوسطية والتسامح في بلاد يوروبا: أولا، تعزيز التعليم الديني الوسطي. يجب إدخال مناهج تعليمية تعزز قيم التسامح الوسطية في المدارس والجامعات. ثانيا، تشجيع الحوار بين الأديان، وذلك في تنظيم لقاءات بين رجال الدين من مختلف الطوائف لتعزيز التفاهم المشترك. مكافأة التطرف عبر وسائل الإعلام، وذلك في استخدام وسائل الإعلام لنشر رسائل الاعتدال ونبذ العنف. وكذلك تشجيع التعاون الاجتماعي بين الأديان، وذلك في دعم المبادرات التي تعزز العمل المشترك في القضايا الاجتماعية والإنسانية. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم. وأسأل الله المولى أن يؤمر المؤسسة والمدير
لهذا المركز وأساتذتها وأنصاره أحباب العلم والعلماء. وسلام مقدمة إلى رئيس الجلسة وإلى شيخ الجلسة، إلى رئيس الجلسة المتمثل في بروفيسور جيمبا، وإلى شيخ الجلسة المتمثل في شيخنا الهلوري شيخنا صوبان، وإلى أمود الجلسة وذلك هم الأحضار والحاضرون في هذه الجلسة الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لشيخنا على التزامه بالوقت. نشكره على حسن الأداء والالتزام بأدب الإلقاء، فقد أوجز وأنجز الأستاذ كنكاوي، جزاكم الله كل خير. ní ṣókí nǹkan tí àfa wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán sì ń sọ ni pé fún àǹfààní àwọn ìyá wa tí wọ́n rán wọn lé kéwú, ìran tán rán wọn lé kéwú ní òye káwọn gan ó lè kéwú lọ títí lórí gbogbo wàhálà tó ń ṣe lórí bí a ṣe mú ṣe ran àwọn bàbá wa lọ́wọ́ ni tá a tún fi rí kéwú tiwa ké. So àfa wa tó sọ̀rọ̀ tán sì ń sọ nípa kájọ ní ìbáṣepọ̀ tó dùn láàrin àwa mùsùlùmí àti ẹlẹ́sìn míì nílẹ̀ Yorùbá. So wọ́n rí i pé tí bá wo ilẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú wà tó yẹ pé nínú ẹbí kan náà ẹ rí mùsùlùmí ń bẹ, ẹ rí kírísítẹ́nì ń bẹ, kọ́dà ẹ rí oníṣẹ̀ṣe ń bẹ, wọn ò sì ní jà. àwọn ọmọ abára wọn lo lakum dinukum waliya dini, olùkọ́ pẹ̀lú ẹ̀sìn tí Ọlọ́run ló mẹ́ntì ń sin òun. àwọn mi ò sì ní rárá o lálàlá jihadi ni a fi bára wa gbé, torí pé anabi sallallahu alaihi wasallam tó àwọn olè bá wọn kèfèrí gbé, so gbogbo kèfèrí wa qatilul kufara. àwọn àyà tí àwọn ọmọ kóòtù nìyẹn, àwọn ní ìwúlò péjì nínú méjì. bóyá àwọn àlejò ṣe wà ń lọrin tó ń ṣe mùsùlùmí, bẹ́ẹ̀ náà ni Ìlọrin bẹ́ẹ̀lú mi nílùú kẹfìrí tá a sì ń jẹun tá a mú bẹ́ẹ̀. tàbá ní kí wọ́n palẹ̀ mọ́ kákò ní onísà kákò ní Enugu ká gbogbo àwọn bàbá tán rí nǹkan jẹ lọ́wọ́ tán ṣe dáadáa, wọ́n á ṣe dáadáa sílé. àwọn ọmọ nínú yẹn kan o, wọ́n ní ẹjẹ́ àjọ ṣe àsìpọ̀ tó dáa, káyé mú ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí ogun, ayé à ń kó dà ń kó bọ̀n kankan tí bí yẹn bá pààyàn nísìn wọ́n làbó ṣe ní sèkì pa wọ́n fi mú ẹ̀ dánrin. ẹ dákun Ọlọ́run bá wọ́n ní kí atrai ká ní àsìkò tó dáa láàrin àwa mùsùlùmí fúnra wa àtàwọn tí èsì ẹlẹ́sìn wa gan wà pa kí la fẹ́ fi wàhálà sí láyé a lè dàgbàsókè tá a bá pẹ̀lú jàgídíyà gan. so tí a fà wá Kànkáwí ní ṣókí tán bá a sọ nìyẹn, àwọn gan ọ̀rá yìí nà tán àmọ́ ìtàn tán bá a sọ yìí náà alhamdulilayi Ọlọ́run bá a dúpẹ́ fún wọn. ẹ dákun mo tọrọ àforíjì pé gbogbo àwọn ìyá wa yìí tẹ ta sí wọn rárá pé kí n tẹ kí wọn kí n bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ìyá pọ̀ ńlẹ̀ a lè kí ẹnìkan ká má kí ẹnìkan. a máa fi ìyá wa Habiba Saheed, ìyá olóríire tí wọ́n jẹ́ pé àwọn gan wọ́n ṣe agbátẹrù lálá fún ètò wa yìí tó fi dìde. àwọn iyọ̀ ayé àwọn obìnrin ni tí wọ́n bá lọ́wọ́ tóbi wọ́n bá lọ́wọ́ sí nǹkan wàláhì kò lè níyọrí róòdè báyìí. àwọn wà ní gílẹ̀yìn ọgbà wa tí wọ́n dúró tì wá ń bi ètò yìí, Ọlọ́run jẹ́ àárín yín pẹ́ o. ìyá wa Habiba Saheed àfihàn kí Saheedu àfihàn kí gbogbo àwọn ìyá wa pátá tó wà ń kalẹ̀, Ọlọ́run bá dúpẹ́ fún wọn. ẹ sóríire àwọn yín sòsèré pẹ̀lú ọ̀gbẹ̀lọ́ wọn, wọn wàá jẹ́ ọmọ dùnú fún yín ọmọ àlùbáríkà wọn là níbo wa Muhammad sọ̀rọ̀ ẹ dákun yín ká àwọn yóò kéwò ẹ jẹ́ wọ́n kéwò ẹ̀yin yá wa o. ẹ̀yin dẹ̀ ní ká máa ẹ bí kéwò ṣe dùn lónìí tó yẹ gbogbo wa yìí, gbogbo àtàǹbẹ̀ wájú yìí kò sẹ́ni tí ò gbé èbó bí nǹkan mìíràn wa bí kúnyìn, àmọ́ kéwò níṣẹ́ wa. so ẹ dákun kọ́ ọmọ wo kàwé kó sì kéwò kó lè dàbí àfa àwa Ṣáfì àlàyé tí ó kó gbogbo ayé jọba yìí tí gbogbo sì wọn dùn. Ọlọ́run jẹ́ àárín yín pẹ́. nígbà tí àwọn afa wa Kànkáwí ń ṣe lẹ́kṣọ̀ lọ́wọ́, dakhala alayna kawkabun min al-kawakib al-lami'a fi hadhihi al-imara fi haqq al-lugha al-arabiyya fi Nigeria ammatan. kana radaha min az-zaman